حياتي اليوميه ما سيرهنيش الدين. نحترم الدين، نمشي للجامعه، نصلي على روحي، نمشي للكنيسه نصلي على روحي، هذه حاجه تخصني انا. اما ما نطبقش تفسيري، انا فما عده تفسيرات للدين، اما الدين باش نفسره. النص القراني معناتها فما اللي يحب يجتهد، فما ما يحبش يجتهد، فما عده مدارس. يا خويا القران خليوه معناتها مع احترامنا ليه، كتاب مقدس نحترموه وكله، هذا في داري، خليه في داري. وانا نستجيب لقوانين البلاد اللي هي قوانين الوضعيه. النهارده الناس عامله فصل في الايمان بين والعمل، بمعنى تلاقي الواحد من دول يقول لك انا مؤمن، ده انا الايمان طافح في قلبي، هات لك حاجه خد فيها لو معاك، يا سلام ده انا، انت ما عندكش فكره بقى، انا اقعد احكي لك انا الايمان بقى، ويقعد يتكلم كلام. طيب تعالى بص في الفعل بتاعه كده، بص في فعله كده، بيصلي، ملتزم باحكام الاسلام، ما تدخلش الامور في بعض، الايمان لوحده. وبص دلوقتي ايه، انت دلوقتي حتى الله هو الدين ورانا الله، هو كل حاجه هتقول لي دين؟ ايوه كل حاجه اقول لك دين، واقول لك ان ايمانك هو اللي بيحركك في الامور البسيطه والامور في كل الامور، مش بسيطه وكبيره. عظمه اسلامنا سوره الانعام في اخرها، قل ان صلاتي، ادي المناسك ونسكي، بنيجي نذبح، قل ان صلاتي ونسكي، يعني ادي الشعائر وادي الشرائع، ومحياي، مش حته منه، ومحياي حياتي كلها، ومماتي يكون برضه في سبيل الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده التوحيد، مع حد لا شريك له، ده بمزاجك، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. حذار انك تفصل في الايمان النظري والايمان العملي، الاثنين متلاخمين. انا اتحدى واحد يجيب آية في القرآن فيها امنوا لوحدها كده، امنوا بس وخلاص، ان الذين امنوا لهم الجنة وان شاء الله ما شاء الله عليهم، وهم تجد التلازم بين الثلاثه. امنوا يبقى وعملوا، بس مش اي عمل، الصالحات افصل بينهم، اوعى تفصل. الله في سورة البقرة يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى، بص الآية، أشد العذاب. طب أشد ليه؟ ما كان يقول يردون إلى العذاب، لا أشد ليه؟ لأنه عادي.